بالله عليك تسمع الكلمتين دول. قبل ماتش الجونه طلعت وقلت اكبر غلط عمله يانيك فيريرا ان هو خلى خوان بيزير ياخد انذار، وخلى بنتاج ياخد انذار عشان ما يلعبوش ماتش الجونه عشان يريحوا من ماتش الاهلي. وقلت بالنص الكلام اللي انت هتسمعه في الفيديو ده دلوقتي، واسمع معايا. وليه خوان بيزير تخليه ياخد انذار ثالث وما يلعبش ماتش الجونه، على الرغم ان انت ممكن تقعده جنبك على الدكه، الماتش ماشي كويس وزي الفل، خليه ما تنزلوش. حسيت ان الماتش متعقرب، ممكن تنزله في الدقيقه 70 خمتي. انا لا قدر الله اتعادلنا ولا خسرنا من الجونه ورحنا للاهلي اللي احنا كنا حاطين تركيزنا ومجهزين لعيبتنا والكلام ده كله، لقينا نفسنا اتعادلنا وخسرنا من الاهلي لا قدر الله. يبقى انا ماتشين، اهم ماتشين في الموسم، ماتشين اللي لا اما هيخلوني ده على طول في الصداره وهاخد بقى اكتساح والمعنويات هترتفع بتاعت اللعيبه ومعنويات المنافس هتنزل في الارض، لا اما العكس. فربنا يستر من ماتش الجونه. كرة سكريبت وسيناريوهات، وما ينفعش تعمل معاه السيناريوهات دي لانها هتعند معاك. انت لو كنت مشيت صح من الاول وسبت اللي يلعب واللي يقف يتوقف، وياما كسبنا الاهلي كام سنه اللي فاتوا دول بلعيبه. زيزو كان بيعمل نفسه مصاب اول 10 دقايق وما بيستحملش وبيطلع، وكنا مره نلعب الواد الاوغندي اللي هو اللاعب فاكرين الاوغندي ده، ومره الزناري، وكنا بنكسب بقى حدليه. المطوشه دي قبل ما تبقى مطوشه فنيات، مطوشه رجوله وروح وعزيمه واصرار، ده رقم واحد. عشان كده امبارح لما شفنا الاهلي عنده روح وعزيمه واصرار، موتين نفسهم طول الماتش، ربنا كرمهم في الاخر وكسبوا. هو ده اللي انا كنت خايف منه وحصل. يلا الحمد لله، الدوري لسه طويل.